عشان اخواتي التوانسه ما اقدرش ان هم يزعلوا، عملت لكم جزء تاني من حلقه الاكل التونسي. في سيده جميله كده عندها جروب بعتت لي قالت لي لا انا هاكلك الاكل التونسي بقى، سيبك من اللي انت كلتيه ده كله عشان ده كله اكل شارع زي ما انتوا كلكم قلتوا لي في التعليقات، هو اكل تونسي بس اكل شارع. تعالوا بقى النهارده ندوق الكسكسي بالحوت والطاجين وشوربه الفريك، حاجات كتيره قوي. يلا بينا نبدا على طول. بصوا كده معايا هي جايبه لي طبق جميل جمال شكله حلو قوي، في بوريك وفي بوريك الدانون وفي طاجين. اول حاجه عايزه ادوقها هي البوريك ده، حاجه كبيره كده حجمها كبير وشكلها حلو. اوه ده عجينه زي عجينه السمبوسه وفي من جواها انا شايفه فراخ مقطعه وبيض وخضروات. بسم الله. توليفه جديده اول مره ادوقها. الفراخ حتت صغيره معموله بالبصل ومعموله البقدونس والبضايه مستويه نص سوا كده، مش نيه ومش مستويه قوي، فمديه طعم بصراحه للبوريك ده حلو قوي. ندوق بقى البوريك الدانون، انا مش عارفه انا بنطقه صح ولا لا. ده محشي فراخ برده من جوه، ده حلو قوي. ده روعه، ده جديد. هو انت تشوفها من بره كده تحس ان هي عامله زي القطايف اللي احنا بناكلها في مصر او في الشام، لكن عجينتها مش عجينه قطايف، هي عجينتها فيها سميد زي ما انا شايفه، فتلاقيها بتقرمش قوي كده ومفروله. تتبيله الفراخ من جوه حلوه قوي، متهيألي فيها كركم وكاري. نخش بقى على الطاجين، واللي كذا حد منكم قلتولي دوقي الطاجين، ما ينفعش اكل تونسي من غير طاجين. الطاجين ده بيكون عبارة عن بيض وبطاطس وفراخ او ممكن يتعمل باللحمة المفرومة وشوية خضروات وبصل، عامل زي العجة كده، اقرب حاجة لطريقة العجة المصري اللي عارفينها. بسم الله. تصدقوا طعم حلو قوي. هو انا مش عارفه هي حاطه فيه بطاطس مفرومه ولا لا، تهيألي فيه بس القوام الغالب عليه بيض مخفوق وفي قطع من الفراخ. طعمه حلو قوي. التتبيله بتاعتها برضو فيها كركم وكاري وحاجات تانية مش عارفه هي ايه بالظبط، بس طعمه حلو، عايز يتاكل بالعيش الحلو اللي هي بعتاه ده، عيش في ينسون وشمر عيش حلو قوي زي العيش الشمسي اللي اهلنا في الصعيد بيعملوه، وفي شمر وينسون وحبه البركه. ناكله بقى بالطاجين كده. انا عارفه انا كده بعك ولا ايه؟ تحفه. تعالوا بقى ندوق شوربه الفريك او الدشيش. الدشيشه دي احنا بناكلها للكتاكيت الصغيره عشان يكبروا لكن انتوا بتقولوا على الفريك دشيش. بتحط عليها ليمون، كلها بالليمون. دي بقطع اللحمه والفريك الصغير قوي قوي، حبيبات فريك صغيره، وهي الشوربه معموله من الصلصه بسيطه وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي، حاره شويه متهيألي عشان فيها هريسه، وطعم الليمون لما بينزل عليها بيعادلها. نيجي بقى لحبيب الملايين اللي كلكم تقولي انت ازاي ما تدوقوش الكسكسي التونسي؟ حاضر والله هدوقه والله. ده كسكسي بالحوت. الحوت يعني السمك. الكسكسي التونسي طبعا معروف ان هو بيبقى لونه برتقاني كده عشان بيبقى معمول هو نفسه معمول بالصلصه او بالطماطم. بسم الله. كسكسي حبيبته صغيره جدا جدا، اقرب للكسكسي المصري اللي احنا بنعمله عادي، مش حبته كبيره كده زي كان بتاع المغربي. معمول بالصلصه الحاره، فيها برضو نسبه شطه يعني او هريسه، واخد من طعم السمك. تعالوا بقى ندوق حته بالسمك كده. جديد الطعم ده بالنسبه لي لاول مره، لاني عمري ما دقت الكسكسي بالسمك ابدا. السمك بالصلصه ده احنا بنعمله في مصر سمك بالصلصه
لوحده كده وبيتاكل بالعيش او بيتاكل بالرز الصياديه، لكن فوق الكسكسي طعمه مختلف ومميز. نيجي بعد كده للمحشي التونسي او للفندق غله، مش عارفه بنطقها صح ولا غلط. اوه شكله مميز. ده كوسه وبطاطس وفلفل. تعالوا ندوق الكوسه الاول. محشي لحمه مفرومه بس باين. هو ده الشغل العالي. اهم حاجه عشان يطلع الاكل حلو وطعم النظافه، ما يكون الحاجه نظيفه شكلها حلو متزوقه معموله بنظافه، الطعم بيطلع بيور مظبوط. تحفه. محشي البطاطس ده احنا ساعات برضو بنعمل محشي بطاطس بس مش دايما، ومحشي لحمه مفرومه لا ما بنعملوش خالص، احنا بنعمل محشي رز بس. طعمه حلو والصلصه مميزه. وده محشي الفلفل. تحفه. المحشي بتوابله بكل حاجه عامل زي المحاشي اللي احنا عارفينها، نفس الطعم، لكن اللي بيديه طعم مختلف ومميز هي اللحمه المفرومه، هو محشي لحمه مفرومه بس، فحلو قوي بجد. كده خلصنا الحوادق. متهيألي بقى ان التونسي يعني جبت لكم الاكلات اللي في تونس كلها الحلقه دي والحلقه اللي فاتت. هي بقى بعتالي شويه حاجات مسكره، حلويات وليمون. احنا بنعمل ليمون في مصر يعني، بس هي قالت لي ان ده ليمون اضاليا اللي هو الكبير. فنشوف الليمون. طعمه جميل مميز، مش طعم الليمون العادي. ندوق بقى الجوزية. تحفة. ايه الطعامة دي؟ بص هو شكله عامل زي بسكوت اللانكشاير، من جوه فيه كراميل، صوص الكراميل محطوط باحترافية شديدة وبيدوب في البق زي الغريبة. هايل. دي حاجة اسمها مقروضة. المقروضة عندنا يعني حاجة صغيرة مش عارفة هي لنفس السبب اسمها مقروضة هنا. دي سميد من بره ومن جوه عجوة. طعمها حلو قوي. طعمها من بره عامل زي صوابع الست، عارفين صوابع الست اللي بتتعمل من السميد وعليها شويه عسل برضو، ومن جوه محشيه بالعجوه وعليها شويه سمسم، فكانك بتاكل صوابع ست محشيه عجوه، فتحفه بصراحه. دي بقى اسمها صمصه، او مش عارفه بنطق الاسم صح ولا لا، هي عامله زي السمبوسه بس محشيه مكسرات. هايله، بس فيها موارد كتير، فيها موارد جامد. من جوه عجينه مكسرات مطحونه، ومن بره مقرمشه جدا جدا، وعليها برضو مكسرات مطحونه من فوق، فاللي بيحب المكسرات هيحب دي جدا. اكتر حاجه عجبتني اول حاجه الجوزيه، تاني حاجه المقروضه، تالت حاجه السمسه. التلاته بصراحه احلى من بعض. بس كده ونكون خلصنا الفيديو النهارده الاكل التونسي. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم فعلا قولوا لي في التعليقات رايكم. واخواتي التوانسه فوق راسي من فوق، بحبكم كلكم انتوا والمغاربه والجزائريين، بوسه كبيره. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وكمان شير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب. لو بتشوفوني على الفيسبوك اعملوا لي متابعه للصفحه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.